السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله إحنا هنعمل زي مشروع بسيط كده بيطبق مكتبة بلاي رايت مع بيوتيفول سوب، وفي نفس الوقت برضو بندخل فيهم موضوع إن إحنا نسيف الداتا. زي ما تعودنا إحنا هنسيفها جيسون، وهيبقى مطلوب منك في التاسك اللي في آخر الفيديو إن أنت تطبق نفس المشروع باستخدام جيسون وبرضو باستخدام إيه CSV. مش هطول عليكم، هو المشروع بسيط جدا علشان تبتدي تمرن ايدك بعد كده على المشاريع اللي اكبر منه. ده موقع كل اللي فيه ان هو كل ما تنزل اكتر يعمل سكرول داون، كل ما تنزل يعمل سكرول داون لغاية اخر صفحة في الموقع. تمام. المطلوب ان احنا نستخدم بلاي رايت علشان يجيب لنا الداتا بتاعت الموقع كله، ان هو يعمل لود للجافا سكريبت اللي موجودة فيه. وهنستخدم بيوتيفول سوب علشان نطلع الريتنج، عدد النجوم اللي واخدها التقييم هنا ومكتوب في التقييم ايه. تمام. كلام بسيط جدا مش محتاج اي حاجة. هنبتدي نخش على الكود بتاعنا ونشتغل على طول. ماشي. هنفتح بيوتيفول سوب. بعد ما نفتح بيوتيفول سوب هنبتدي نستدعي المكتبات بتاعتنا. اول حاجة هنimporт اسينسيو، هنimporت الجيسون علشان هنحفظه as a جيسون، وهنimporت البلاي رايت. فهنقول له ايه؟ هنقول له from play رايت دوت async API. هنقول له import ايه؟ هنقول له احنا عايزين نimport async playwright. وقلت لك async playwright دي احنا بنعمل لها import ليه؟ علشان نخلي الكود بتاعنا يشتغل سطر بعد سطر بعد سطر بعد سطر، والسطر الاولاني يستنى التاني يشتغل، يستنى التالت، وهكذا. واخر حاجة طبعا ما ننساش بيوتيفول سوب import ايه؟ بيوتيفول سوب. تمام. نبتدي نعمل الفانكشن بتاعتنا. هنقول له ايه؟ هنقول زي ما كنا بنقول قبل كل فانكشن بنحط ايه؟ async. هندف الفانكشن بتاعتها هنسميها main بس، هنشتغل جواها. وعلشان نشغل الفانكشن بتاعتنا كنا بنقول له ايه؟ كنا بنقول له if name تمام بيساوي الفانكشن بتاعتنا اللي هي اسمها ايه؟ اللي هي المين. تمام. هتعمل ايه بقى؟ ما ننساش ان احنا بنحط دي جوه ايه؟ جوه علامتين تنصيص. هتشغل عندنا على طول اسينسيو دوت رن للمين اللي هي الفانكشن الاساسيه بتاعتنا. نبتدي بقى نشتغل جوه الفانكشن الاساسيه بتاعتنا. هنقول له ايه؟ متعودين اول حاجه هو هيفتح البراوزر. فاحنا هنقول هنا خلينا نكتب كومنتس علشان ايه الموضوع بالنسبه لنا يكون اسهل. يعني هنقول له open براوزر. تمام. هنقول له براوزر يساوي await b دوت كروميوم. هتقول لي هو انت ايه البي اللي انت كاتبها دي؟ انت اصلا ما استدعيتش بيوتيفول سوب. اقول لك صح، دي تاهت عن بالنا شويه. يبقى احنا هنقول له ايه؟ هنقول له async with تمام async playwright as p. تمام. وبعدين نيجي هنا هنلاقي البي ايه؟ اشتغلت معانا اهي. تمام. فاحنا هنقول له هنا ايه؟ كروميوم بي دوت البراوزر اللي احنا هنشتغل عليه هو ليه براوزر هنا؟ مش احنا ما دخلناش جوه الفانكشن. تمام كده هتشتغل عادي. هيبقى بي دوت كروميوم دوت لونش. مظبوط كده. في ايه ناقصه؟ دوت لونش. وهتخليهولي الهيدلس بتاعته. انا حاسس ان في حاجه غلط، انا حاسس ان في حاجه مش متفعله او في حاجه مش متظبطه. ايه اللي مش شغال هنا؟ هي المفروض كل حاجه تمام. خلينا نشوف كده. كله تمام ومفيش مشكله. ايه المشكله هنا؟ ماشي خلينا نكمل. والهيدلس بتبقى ايه؟ بتبقى فولس. تمام علشان يبقى هيدلس براوزر.
كده احنا ايه، كده احنا فتحنا البراوزر بتاعنا وهنطلب منه ان احنا عايزين نعمل نيو تاب. فالنيو تاب كنا بنعملها ازاي؟ عندنا فاريبل اسمه بيج، بنقول له انت هتأويت برضو ان البراوزر بتاعي دوت نيو. لا هو كده في حاجه فعلا، بس ماشي خلينا نكمل ونشوف ايه اللي هيحصل. دوت نيو بيج. تمام لحد كده؟ تمام. بعد ما عملنا نيو بيج احنا محتاجين نروح للويب سايت بتاعنا، فاحنا هنعمل هنا كومنت ظريف هنسميه ايه، جو تو سايت. بعد الجو تو سايت هنقول له await page dot go to ونكتب الموقع بتاعنا. الموقع بتاعنا هنلاقيه هنا اهو بكل بساطة شغال، وهنحطه هنا. كده احنا رحنا للايه، كده احنا رحنا للموقع. بعد ما نروح للموقع احنا محتاجين نستنى شوية، لو في حاجة هتتحمل، لو في حاجة هتتظبط، فاحنا نستنى شوية. دي بنعملها ازاي؟ بنقول له برضو await تمام ان البيج بتاعتي دوت wait underscore for تايم اوت. كام؟ 2000. 2000 دي يعني ثانيتين، تستنى ثانيتين شويه. تمام. المفروض دلوقتي احنا فتحنا الصفحه واشتغلنا عليها. طيب ما تخلينا نشغل كده الكود، خلينا نشغل الكود بتاعنا ونشوف اللي احنا وصلنا له ايه. بيقول لك في مشكله اصلا ان انت async with playwright as p. قال لك the function object doesn't support. هو ليه مش بيسبورت؟ انا متاكد ان هو تمام، عشان كده قلت لك في مشكله ان احنا هنا بص ما حطيناش القوسين بتوع الفانكشن. بص كده هتشتغل عادي. did you mean chromium؟ كتبت كروميوم غلط. انا قصدي كروميوم هنا، تقريبا كتبناه بشكل غلط. اليو بدل. كده الكود ابتدى يشتغل. تمام. تمام. اخطاء بنتعلم منها علشان لو قابلتك الدنيا تبقى ايه، متظبطه معاك. مش حد ما بيغلطش. تمام. احنا كده اشتغلنا اهو على الموقع، وابتدينا ان احنا نفتحه، وفتح نيو تاب وشغل اليو ار ال بتاعنا، وقلنا له يستنى الايه لثانيتين، واستنى الثانيتين وبعدين قفل معايا الايه البراوزر بتاعي. تمام. هبتدي بقى ان انا اشتغل على حته الايه السكرولينج. بكل بساطه احنا زي ما عملناها في الفيديو اللي فات بالظبط، مفيش حاجه زياده في الفيديو اللي فات غير ان احنا بنطبق بشكل كامل وبنجمع الافكار مع بعض. فانت لو فهمت الفيديو اللي فات ده هياكد لك عليه. فاحنا بنقول له اللاست هايت بيساوي await البيج دوت evaluate ايه، ونفتح قوسين هنكتب جواها الامر الشهير بتاعنا document دوت body دوت scroll height. تمام. بعدها هنفتح الوايل لوب بتاعتنا، بنعمل الوايل لوب وايل ترو. طول ما اللي انا هقول لك عليه ده صح اشتغل. وفين النهارده؟ تمام. وايل ترو. ايه اللي هيحصل؟ اويت الامر بتاعنا اللي بنكتبه قبل كل امر بنعمله بيج دوت ايفالويت. ايه اللي هتكتبه جوه ايفالويت؟ هتعمل سكرول من اللي فين؟ فاحنا هنقول له ويندو دوت سكرول تو ونفتح قوسين من اول 0 بكسل في الصفحه لغايه طول الصفحه كله. طول الصفحه كله احنا لسه حاسبينه هنا، فاحنا هنروح جايين واخدينه كده. يبقى الامر ده بيقول له ايه؟ بيقول له انت هتعمل سكرول من اول 0 اللي هو اول نقطه في الصفحه لغايه الطول اللي انت حاسبه، اللي هو طول الصفحه اللي هو بيبقى كده. تمام. بعدها بقول له استنى شويه. بعد ما تعمل سكرول اقول له page دوت wait for time out. استنى شويه، حوالي خليها ثانيه لان الموقع ده مش تقيل قوي. ممكن تبقى ثانيتين، ممكن تبقى 10 ثواني على حسب تقل الموقع عندك. هتقول لي انت هنا نسيت حاجه، اقول لك مظبوط الاويت بتاعتنا. تمام. طيب ايه ده؟ سوري. تمام. استنينا شويه. بعدها المفروض ان هو ايه، يروح يحسب
النيو هايت الطول الجديد اللي لقاه. لو لقاه زي الطول القديم خلاص مش هيعمل حاجه، انما لو ما لقوش زي الطول القديم هيبتدي ان هو يعمل سكرول تاني. فاحنا بنكتب دي ازاي؟ بنقول له النيو هايت بيساوي await page dot evaluate، ونفس الامر بتاعنا اللي بيحسب الطول عادي خالص جدا 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 اهو document.body.scroll height. تمام، عايز اتاكد بس ان انا كاتبه صح، document.body.scroll height مظبوط. تمام، ده في حاله ان انت لو عندك الطول ما طلعش قد بعضه. طيب لو الطول الجديد اللي هو النيو هايت بيساوي الطول القديم اللي هو اللاست هايت اللي انا لسه حاسبه، خلاص انت هتعمل لي بريك لللوب بتاعتك وشكرا كده. انا خلاص انا كده وصلت لاخر الايه، وصلت لاخر الصفحه. وما انساش انت هنا بتقول له ايه؟ بتقول له ان اللاست هايت بيساوي النيو هايت. تمام، علشان لو جيت حسبت طول جديد يتخزن في الفاريبل عندك اللي هو اللاست هايت، ان النيو هايت اما يجي يحسب طول جديد علشان تقارنه بالطول اللي بعده فانت محتاجه يتخزن في فاريبل، الفاريبل اللي هيتخزن فيه هو الايه؟ هو اللاست هايت. تمام، المفروض كده ان احنا هنوصل لحد اخر صفحه. طيب ما تيجي نجرب علشان ما نبقاش شغالين على عمانه برضو، خلينا نجرب كده. هيعمل سكرول ولا ايه؟ عمل سكرول. تمام، تمام قوي، تمام قوي، تمام تمام، وصل لاخر نقطه والدنيا تمام جدا جدا جدا. عملنا السكرول داون بتاعنا. طيب احنا كده خلاص شغل بلاي رايت خلص معانا. هنبتدي ان احنا نشتغل على ايه؟ ان احنا نجيب الكونتنت ويبتدي نشتغل عليه ببيوتيفول سوب. طيب اول حاجه اهو علشان نجيب الكونتنت خلينا بس نعمل هنا ايه؟ هاشتاج كده، وناخد ايه؟ مسافتين 3 4، وهنكتب هنا جيت كونتنت. نبتدي نشتغل على الكونتنت بتاعنا. اول حاجه هنقول له ال HTML، هنعمل فاريبل هنسميه HTML underscore content. ماله يا عم؟ هنقول له await للبيج دوت content. استنى لان البيج كونتنت بتاعنا يتحمل علشان لو في مشكله او ما حملش بشكل كافي، وخلاص بقى بعدها انا مش محتاج منك اي حاجه غير انك تقفل لي البراوزر دوت الميثود الجميله بتاعتنا اللي هي كلوز. تمام كده، تمام. نبتدي بقى ان احنا نشتغل ببيوتيفول سوب. كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل سوب بتساوي بيوتيفول سوب، نفتح قوسين HTML دوت كونتنت اللي احنا لسه جايبينه، والمساعد بتاعنا ال XML اللي هيشتغل معانا على تنظيف الكود. بعدها نشتغل بالطريقه بتاعتنا اللي كنا اشتغلنا بيها في المشروع اللي فات. كنا اول حاجه بنعمل ايه؟ بنعمل ليست فاضيه scraped underscore data اللي هيتخزن فيها الداتا بتساوي وليست فاضي، علشان هنعمل فور لوب، وبعد الفور لوب النتائج اللي هتطلع منه هنخزنها فين؟ الله ينور عليك، هنخزنها في الليست الفاضيه. تمام. هنعمل ايه بقى بعدها؟ نقول له فور ايتم ان. المفروض ان احنا بنحدد الكونتينر الرئيسي بتاعنا. طيب الكونتينر الرئيسي بتاعنا هنحدده على اساس ايه؟ هنروح عندنا في الموقع، ايه الكونتينر اللي شايل الليله دي كلها؟ خلينا كده نشوف ايه اللي انا بعمله ده. خلينا كده نشوف الكونتينر اللي شايل. الكونتينر ده بنحدده ازاي؟ بنيجي على الانسبكتور ونيجي هنا ده تقريبا بص، هو ده الكونتينر اللي شايل كل حاجه. طيب ما تخلينا نكتبه، خلينا نسمي variable هنا اسمه ايه؟ اسمه container. تمام، وفي الكونتينر ده بنقول له soup دوت select. تمام، وهنكتب فيه السي اس اس سيلكتور بتاعنا. السي اس اس سيلكتور كنا بنكتبه ازاي؟ الديف واسم الكلاس، فاحنا هناخد اسم الكلاس من هنا اهو. تمام، وهنقول له ديف كلاس يعني ايه دوت واسم الكلاس بتاعنا، هنلاقيه حدد لنا الكونتينرز اللي موجودين كلهم. طيب تمام، احنا كده حددنا الكونتينر بتاعنا. تمام، حددنا.
فاحنا هنقول له فور ايتم ان ايه، ان كونتينر بتاعنا. هتعمل ايه بقى؟ هتبتدي ان انت تعمل لوب على اللي انا هقول لك عليه. طيب انا عايز اطلع ايه؟ انا عايز اطلع ايه؟ التكست اللي هو ده، وعايز اطلع عدد النجوم اللي موجودين عندي في الريتنج. طيب خلينا نشوف التكست لان التكست اسهل شويه. فاحنا نقول له تكست element بيساوي item دوت select 1. تمام، ونكتب السي اس اس سيلكتور بتاعنا. خلينا نروح نجيب. طيب عشان احدد العنصر ده، عشان احدد التكست ده، مفيش اسهل منه، موجوده في باراجراف والكلاس بتاعه اسمه تكست اهو، بي دوت تكست جابه لي والدنيا لذيذه خالص. قلت لك الموقع سهل، مجرد ان انت بتطبق بس علشان الافكار تبقى موجوده في دماغك لحد ما تطبق على مواقع اكبر. تمام، دي الطريقه اللي بنجيب بيها التكست. طيب انا مش عايز التكست بس، ده انا عايزك تجيب لي من جواه الريتنج. انا عايزك تجيب الايه؟ انا عايزك تجيب الريتنج. بتجيب الريتنج ازاي؟ بكل بساطه هتقول له ريتنج ستارز. هنروح هنا على الموقع بتاعنا. زي ما انت شايف احنا لو حددنا النجوم هنلاقي مفيش عدد، مفيش رقم يقول لي ان انا اعمل له سكرابنج. هنا نفس الكلام، نزلنا تحت 5 نجوم 5 نجوم 5 نجوم 4 نجوم. طب اعمل ده ازاي؟ يعني مثلا عندنا الريتنج ده عباره عن كام؟ 4 نجوم. تمام، انا هعمل ايه؟ انا هقول له انت هتروح على السبان اللي هو اسمه كلاس، اللي الكلاس بتاعه اسمه ريتنج. تمام، هتحدده وهتخش على الاس في جي. لاحظ هنا ان كل ريتنج واخد ايه؟ واخد اس في جي معينه. هنا 1 2 3 4. هتروح عليهم هتعدهم، لقيتهم 4 يبقى هم 4 ريتنج، لقيتهم 5 يبقى هو واخد 5، لقيتهم 3 يبقى هو واخد 3، لقيتهم 2 يبقى هو واخد 2. نعمل الفكره دي ازاي؟ هنحدد اسمه ايه، السبان بتاعنا بالكلاس بتاعه بالاس في جي، وهنقول له اللينس بتاعهم ده عدد الريتنج. تمام، اللينس بتاع ده اللي هم اس في جي 1 2 3 4، اللينس بتاعهم 4 يبقى الريتنج بتاعه 4. اظن بسيطه، اظن بسيطه. يبقى هنقول له هنا ايه؟ هنقول له ايتم دوت سيلكت. تمام، ايتم دوت سيلكت، وبكل بساطه هنقول له اسبان اللي الكلاس بتاعه اسمه ريتنج. خلينا نكتبهم هنا احسن. اسبان اللي الكلاس بتاعه اسمه ريتنج، عايز جواه منه ايه؟ الاس في جي. كده هلاقي حدد لي الاس في جي كلها. مظبوط، كلام محترم جدا جدا جدا. تعالى كده على الكود بتاعنا. تمام، هتقول لي هو انت ليه هنا استخدمت سيلكت ما استخدمتش سيلكت 1؟ هقول لك لان الاس في جي ده كذا حاجه، 1 و2 و3 و4 و5، وانا عايزه يطلع لي اصلا ليست. ليه؟ لان انا هحسب اللينس بتاعها. انا مش عايز اطلع داتا، مش عايز اطلع كلام مكتوب، لان انا هنا هو هيطلع لي سطر الكود ده، هيطلع ليست. الليست فيها 4 اس في جي بالمنظر ده. يعني هو ايه هو الريزلت بتاع ده؟ بكل بساطه هيخش هنا هيجيب لي دول 1 2 3 4 بالهيدرز بتاعتهم، بالتاجه بتاعتهم، بكل حاجه من دول. فانا كل اللي هعمله هقول له انت هتحسب لي اللينس بتاعهم، هتحسب لي اللينس بتاع ده. ادي 1 2 3 4. انا كده خلاص، انا كده خدت الريتنج بتاعي. ماشي، اعتقد ان الفكره مش صعبه. اعتقد ان الفكره مش صعبه، واما تطبقها هتلاقي الدنيا تمام. يبقى انا هقول له هنا الريتنج بيساوي ايه؟ بيساوي اللينس بتاع الريتنج ستارز. تمام، انا محتاج اعمل حاجه. انا محتاج ان انا اطبع لك ال ال الناتج بتاع ده علشان تفهم اكتر انا قصدي ايه. فاحنا خلينا هنا نعمل برنت. خلينا نعمل برنت هنا فين جوه. خلينا نعمل برنت للريتنج ستارز.
وكمان برنت للتكست اليمنت عشان نشوف لو احنا جايبينه صح ولا لا. ماشي، فخلينا نشوف كده. تمام، فتح الموقع، ابتدى ان هو يسكرول داون بشكل بسيط جدا، بشكل ما فيهوش اي تعقيد. تمام، يلا تمام جدا. يا ستار يا رب. بص هنا. تمام، اول حاجه اخدناها ان هو لما جه طبع ان احنا نسينا حاجه، ان احنا نسينا نقول له انا عايز اطلع التكست بس بتاع ده اللي هو ده. انا عايز اطلع ده بس، مش عايز اطلع التاجه كلها. فده بشكل بسيط كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقول له هنا بره دوت تكست. خلاص كده. طيب تاني حاجه، خلينا نشوف فوق ايه اللي حصل. دي بقى اللي انا بكلمك عليه، الليست بتاعت الاس في جي. بص، دي اولها هنا، اخرها فين؟ اخرها فين؟ اخرها فين؟ اخرها فين؟ اس في جي، اس في جي، اس في اهو. بص بص بص، شايف انت دي؟ شايف الليست دي؟ ادي واحد بكل الكلام ده، ادي اتنين بكل الكلام ده، ادي تلاتة، ادي اربعة، ادي خمسة. هو بيروح على الليست دي. شايف انت الليست اللي قدامك؟ الليست دي تقريبا فيها 5 نجوم. خلينا نعدهم سوا. ادي واحد وبتخلص هنا، ادي اتنين وبتخلص، تلاتة، اربعة، خمسة. بيروح يعمل ايه؟ يعد الخمسة دول ويقول لك اتفضل الرقم بتاعك اللي هو 5 نجوم. تمام، ان شاء الله تكون واضحة عن كده. فخلينا بس نتأكد الأول إن التكست بتاعنا سليم، إن إحنا كتبنا الميثود بشكل مظبوط علشان يطلع التكست بس. يلا. تمام جدا، جاب التكست بشكل مظبوط، جاب التكست بشكل مظبوط. ماشي، نمسح بقى البرنت ده، نمسح البرنت ده ونبتدي نكمل. طيب نبتدي بقى نجمع الداتا عندنا في الليست الفاضيه اللي احنا عاملينها. فهنقول له ايه؟ هنقول له داتا رو بتساوي، نفتح الديكشنري بتاعنا. تمام، الاولاني هنسميه مثلا ريفيو. الريفيو بتاعنا واخد التكست اليمنت، والتاني اللي هو الريتنج. الريتنج بتاعنا واخد الريتنج اللي هو الرقم. تمام، كلام جميل جدا. محتاجين بقى نأبند العناصر دي في الليست الفاضيه. هنقول له بكل بساطه سكريبت داتا دوت ابند. هتابند ايه؟ الداتا رو. تمام، بس كده خالص. احنا كده حطينا في الداتا اللي طلعناها، حطيناها عندنا في الليست اللي هي الايه؟ السكريبت داتا دي. كلام جميل جدا. فاضل حاجه واحده بس، وهي اخر حاجه هنعملها النهارده، وان احنا نسيف الداتا دي. طيب احنا هنسيفها ازاي؟ احنا هنقول له ويز الامر الطبيعي بتاع جيسون خالص، اوبن. هنسميها مثلا reviews دوت جيسون. خليها مثلا reviews underscore 1. reviews underscore 1. تمام، ما ننساش نحطها في ايه؟ في علامتين تنصيص. ماشي. اتنين، هنقول له انت هتخش على الفايل ده هتعمل ايه؟ هتكتب فيه، هتكتب فيه وتعدل فيه. وما ننساش طبعا الانكودنج بتاعنا يكون ايه؟ يكون UTF/8 علشان لو في كلام بالعربي او حاجه مش مفهومه الدنيا تبتدي تظبط. ايه الكلام اللي انا عامله ده كله؟ هتخزنه لي في فاريبل اسمه اف علشان يسهل عليا ان انا ايه؟ اتعامل معاه بعد كده. تمام. استخدم عندي جيسون. ايه هي الميثود بتاعتي؟ dump. هحط فيها ايه؟ السكريبت داتا والاف اللي انا لسه، الفاريبل اللي انا لسه مستخدمه، وطبعا اللي هي الانشور بتاعتي علشان تتاكد
ان في كلام عربي يظهر صح برضه، وابقى مأمن نفسي من حيث كل حاجه. طبعا الكلام ده كله احنا شارحينه قبل كده، بس احنا فايده المشاريع ان احنا بنطبق اكتر، فانت تبقى الدنيا معاك متظبطه. وطبعا الاندنت فور، الاندنت فور اي مسافات زياده. الحاجات اللي بتبقى المكتبه بتاع جيسون دي ساعات بتكتب سطور ليها في الاول 3 4 سطور كده تبع المكتبه نفسها، ما بيبقاش ليهم لازمه، فانا بقول له اندنت فور اللي هو ما تكتبليش بقى السطور دي خالص، هات لي من اول الايه ملف الجيسون بتاعي، انا مش عايز منك اي حاجه اكتر من كده. ماشي كده، اظن ان مفيش اي حاجه زياده ممكن ان هي تتعمل. احنا لو جينا شغلنا الكود ان شاء الله هيشتغل من غير اي مشاكل. خلينا كده نجرب. تمام 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 تمام، كلام جميل. نيجي نشوف هنا الريفيوز. شوف هنا انا عاملها ريفيوز اندرسكور 1. كويس. ايه اللي عمله بقى؟ اللي عمله هنا ان هو جاب لي اول ريتنج بس. طيب هو ليه جاب لي اول ريتنج بس؟ خلينا نشوف ايه الغلطه اللي عملناها في الكود خليته يعمل كده. اه تمام تمام. خلينا كده ندخل دي جوه الفور لوب، علشان احنا كده جبنا الداتا من بره. نروح على ريفيوز، ابتدى ان هو يجيب الريفيوز كلها. شايف 5 4 3 5 4 3، وكل بقى قيس على كده الموقع كله بالكلام اللي هو كاتبه. طيب الغلطه كانت فين؟ الغلطه ان احنا اما جينا عملنا ابند للداتا عملناها بره الفور لوب، فما اخدتش الفور لوب ده كله، وما حصلش الداتا اللي دخل على كل اسمها ايه، على كل ريتنج. فهي خدت بس اول نتيجه طلعت وقالت طريق السلام. فكده اعتقد ان ده بروجكت محترم، تطبيق عملي بسيط تقدر ان انت تطبق من خلاله الافكار البسيطه اللي انت اتعلمتها، الاساس القوي اللي المفروض ان انت اتعلمته، علشان بعد كده لما تيجي تطبقه في مواقع اكبر، مواقع دايناميك اكتر، مواقع بتستخدم جافا سكريبت بشكل اقوى، محتاج ان انت تستنى شويه اكتر من ثانيه او ثانيتين، لان الموقع اللي احنا شغالين عليه ده خفيف، تبتدي ان انت تعرف تتعامل. لان انت اكيد مش اول مشروع ليك تروح رايح مثلا عامل على فيسبوك، على انستجرام، على الحاجات اللي هي التقيله جدا اللي انت هتلاقي فيها اصلا ميثودز كتير وحاجات تتعلمها اكتر، علشان مثلا الانتي ديتكشن والحاجات اللي انا كنت بكلمك عليها. فكل ده هنتعلمه ان شاء الله في حاجات اكبر قدام، وفي سلاسل هعملها لك، ومواقع حقيقيه هنبتدي ان احنا نشتغل عليها. كل الكلام ده استنوه مننا ان شاء الله. فبس ان شاء الله ما كنتش طولت عليكم النهارده، والسلام عليكم.